أهلا وسهلا، مرحبا بالناس الكل. اليوم عنا فريكاسي. أنا راني كي نشوف الفريكاسي نجوع ديريكت. البنة ما نحكي لكم مش خفيف، شوش بنين، يعمل 66 كيف. الناس متاعش فريكاسي هو عبارة على ميني ساندويتش صغير يكون مقلي في الزيت، راهو ما يجيش في الفور. تبعوا الروسيت باش نعطيه لكم بالديتاي. أنا رتل فرينة، كعب عظم، خذيت 50 مليلتر زيت زيتونة، تنجم تستعمل زيت قطانية، 15 جرام خميرة متاع خبز، 5 جرامات خميرة جاتو باش تعطينا كد قرميشة صغيرة هكا، عنا 10 جرامات سكر، وعنا 10 جرامات ملح. خذيت ماء ملذذ، ميزموش يكون سخون ميزموش يكون بارد. استحقيت لهنا بالضبط 250 مليلتر. كل واحد الفرينة متاعك كيفاش تشرب. حطينا كل شيء على بعضه في الميكسر. أسهل حاجة الفرينة، الخميرة تاع الجاتو، حطينا فوقهم السكر، بعدنا شوية حطينا الملح، زدنا كريمة العظم، وكملنا حسبينا الزيت. كما قلت لك تنجم تستعمل زيت قطانية، خلتهم تخليتها صغيرة، ومن بعد زيد عليهم الماء لين تتلم العجينة وتحصل على تكستور كيف من هكا طرية، والعجينة متاع فريكاسي لازمها تكون تتلصق. انا يلزمني نمسها بيدي ونخدمها شويه. حطيت شويه زيت على البلان دو ترافاي، كملت خدمتها شويه بيدي لين ولات ليس وتوعك في الخدمه وسهله. لميتها كي من هكا، حطينا شويه زيت زيتونه في الصحفه، حطيناها وغطيناها وتخليوها ترتاح اقل حاجه ساعتين بويسك الطقس بارد. وبعد ما ارتاحت العجينه متاعنا، شوفوا محليها ما شاء الله، نعملوا ديكازمون باش يبقاو دي بول هكا ديكاز. رش البلان بشويه فرينه، نحلوا العجينه متاعنا حكايه 1 مليمتر. العجينه مازمهاش تكون جويده برشا ومازمهاش تكون خشينه. فريكاسي كي يكون جويه تزيد تقليه يتنفخ يتشقق يولي مش باهي، يتقرمش بكل وتتقص لك الكعبه. بعد ما شكلنا الفريكاسي متاعنا، ناخذ السكينه ونعملوا خط صغير هكا في الوسط على الفرن، نغطيوه ونزيدو نخليوه ترتاح 20 دقيقه. خذينا الفارس، عملت 3 كعبات بطاطا صغيرات، قشرتها قسيتهم من كوب، سمطتهم استقطرتهم ورحيتهم. خذيت 3 كعبات عظم، سمطتهم قشرتهم وقسيتهم دي كوب، تنجم تخليهم دي سلايس هكا طويل شويه. خذينا التن، استقطرته بالباهي من الزيت، حطيته في صفيه خليته يستقطر. خذيت الهريسه متاعي، حطيت عليها شويه زيت زيتونه، كملت صبيت فوقها شويه ماء، لازمها تكون محلوله باش تتطوعنا في الخدمه. وخذيت شويه زيتون للزينه ومعدنوس. الزيت متاعنا يلزم برشا زيت للفريكاسي، والزيت لازم يكون سخون. كي نجيو نقليو نطيحو في القوه متاع النار متاعنا، خليوه يمشي متوسط. الزيت يلزم يكون سخون. والحكمه الكل في قليل الفريكاسي انك الكعبه يلزمك ديما تقلبها، ما تخليش الكعبه تحمر من شيره بعد تحمر من الشيره الاخرى. لا، كعبه الفريكاسي باش تجيك ناجحه يلزمك ديما تقلب ديما تقلب، تنحي يدك من الزيت الا من الكعبه تطيب. شوفوا الكعبه كيفاش خرجناها، شوفوا الشكل بتاع الفريكاسي ما شاء الله كيفاش تولي هكا بومبي كلها. بعد ما قلينا كعبه فريكاسي توا باش نعمروهم الكل. فريكاسي عندي انا يلزم يكون شويه هكا فيه فوليوم من داخل باش يشربك الهريسه وكالحشو. حطينا الهريسه، حطينا البطاطا، العظم، شخشخناها بالتن والزيتون. تنجم تحط زيادة شويه هريسه عربي كان عندك في الدار، تحط شويه فاريانت، شويه ملح، كل واحد كيفاش يحب يعملوا. اما هذه هي الوصفه التقليديه التونسيه نتاع الفريكاسي. شوفوا كعبة الفريكاسي محليها منظرها يشهي، تذكرني بك الفريكاسي بتاع الشارع. شوفوا الكعبة من داخل يلزمها تكون فيها شوية الفوليوم بتاع العجينة، وفي نفس الوقت منقبة وهشوشة تجي تهبل. نكملوا نزينوا الفريكاسي متاعنا الكل كما تشوفوا بنفس الطريقة. الكعب الكل كملناهم كيف نحطوهم في بلاتو متاعنا، ويلا اتفضلوا معايا صحة بالشفاء لأي إنسان باش يجربها. شوفوا تبارك الله على الكعبات، ميزموش يكون غامق برشا فريكاسي، كعبات هكا دوري شوية. إن شاء الله تكون عجبتكم الغسيل، وما تنسيوش تشجعوني برشا جميت وبرشا بارتاج مع أصحابكم. واللي مازال ما عملش سبسكرايب لقناتي يعمل سبسكرايب لقناتي. شوفوا كيفاش قديش طريه قديش بنينه، ما نحكي لكمش على البنه. نجمتش انا راني كي ما ناكلش منها 4-5 كعبات ما سميش شبعت منه الفريكاسي.
شوفوا محليها الكعيبة من داخل، ماهيش خشينة ماهيش جويدة. شوفوا تبارك الله، انا ننصحكم جربوها، وصحة وشفاء.